السلام عليكم. ازيك يا اشترك كتكوت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم في موضوع اخواتي بقالنا فتره كبيره عمالين نتخذوا قرار فيه، والحمد لله وصلنا النهارده اللي احنا اتخذنا قرار فيه. اسف لو اخواتي اللي بيحبونا هيزعلوا مني، قسما بالله على راسي كلكم، ومش قصدي ان انا ازعل حد من اللي بيحبنا كلهم. احنا من غيركم ولا حاجه. الواحد خلاص يعني عنده طاقه، فالطاقه ديت بتنفذ لحد ما خلاص ما الواحد ما بينفجر. احنا اتخذنا قرار اللي احنا هنبطلوا مرض السوشيال ميديا، اللي احنا هنختفوا عن السوشيال ميديا بسبب ناس سلبيين ومنتقدين عندهم دقات نقص، وهم قليلين جدا. اقرب ما لينا بينتقدنا ومش عاجبه اللي احنا بنعملوه، مع انهم ما يشغلوناش في شيء برضو اللي مننا والكلام من دوت، بس لان خلاص تعبنا. وانا مش مستعد ان انا اخسر ندى بسبب حاجه شبه كده. اللي مني دايما مزعلني، اللي منك ده يعني جد حاجه وحشه قوي انا اكتشفتها. مفيش حد قريب منك غير قليل جدا اللي بيحب لك الخير، اللي منك بيحب لك الشر ولو يطول يحطك في حفره ويردم عليك هيردم عليك. فعلا الكلام اللي احمد قاله صح. واولا انا حابه اشكر الناس كتير اللي هي سالت عليا، حابه اشكرهم واقول لهم ربنا يجازيكم خير على سؤالكم عليا. وانا الحمد لله يعني بفضل ربنا عز وجل وفضل دعاكم ولا خلاني قمت بالسلامه من المرض اللي انا كنت فيه ده. الحمد لله اللي يجيب ربنا كله كويس، ده اولا. ثانيا انا واحده من الناس انا بنتاثر بسرعه ومن اقل حاجه ما اعرفش ليه، وده اثر عليا بالسلب. نفسيتي فعلا تعبت، بقالي شهر تعبانه اهوت، باخد في علاجات وكشوفات عند ده وعند ده وعند ده لحد ما خلاص جسمي بقى ارزخانه. واللي خلف بعد الموضوع ده كله اننا هندخل عمليات قبل العيد الكبير. فانا خلاص انا قلت لاحمد ان احنا خلاص نسيب الموضوع ده تماما. والله العظيم يا جماعه موضوع السوشيال ميديا ده طلع متعب بجد. كنت مفكره ان الموضوع سهل، انا تعبت نفسيا وجسديا، وبسبب برضه ان في ناس قريبين لينا بتتكلم برضه مش في كومنتات، ده بتتكلم وش لوش كده كلام يحرق الدم، قرايبك مثلا. فاحنا خلاص والله الموضوع ده احنا تعبنا منه واستكفينا. فيعني الحمد لله على حد كده، واللي ربنا يجيبه كله كويس. انا معاكم ان هو لازم كل حاجه يكون فيها انتقاد، يعني الحياه الشخصيه عموما من غير سوشيال ميديا بيبقى في حياتك شخص كده بينتقدك على عيشتك اللي انت عايش فيها. المشكله مش اللي انت تنتقد، المشكله اللي انت تنتقد بادب وباحترام، ما تنتقدش بقله ادب. يعني لما انا انزل فيديو لمرض ندى وهي تعبانه، ليه الناس تقول انتوا بتمثلوا عشان خاطر مشاهدات وعشان خاطر فلوس وعشان خاطر مفكرين تحت القبه شيخ ولا ايه يا جماعه؟ انتوا لو شايفين ناس كبيره على السوشيال ميديا معاها فلوس او معاها عربيات بيوصل للكلام دوت مش بالسهل، ده بيقعد سنين عبال ما يجمع الكلام دوت، والموضوع بيبقى فيه ارهاق وبيبقى فيه تعب، بيبقى فيه تصوير. انتوا بتشوفوا الفيديو 3 دقايق لكن بيبقى فيه ورا الكواليس ايه؟ بيبقى فيه تصوير، بيبقى فيه افكار، بيبقى فيه مونتاج، بيبقى فيه اعصاب مشدوده، بيبقى فيه قله نوم، بيبقى فيه قله اكل، بيبقى فيه كل حاجه وحشه عشان خاطر نطلع لكم بالصوره الكويسه، عشان خاطر نقدم لكم حاجه كويسه. الحمد لله نجحنا في فتره قصيره اللي احنا دخلنا قلوب ملايين، في ملايين بتتفرج علينا على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام. الحمد لله بفضل الله وصلنا لارقام كويسه. يلا ان شاء الله خير وربنا يعوضنا في حاجه احسن. خلاص احنا ما فيش كلام تاني نقوله بعد الكلام ده. نشوفكم على خير ان كان لنا في العمر بقيه وان كان لنا لقاء تاني ان شاء الله. على السلامه اخواتي. السلام عليكم.